هذيك هي الليلة الموعودة في الحاج تكا وحط يدي على صدرو. في الحاج جا حط راسها على الحيط وهي مسلسلة من يديها لرجليها وسط سبيطار الحماق. اللحظة اللي غيوقف عليها خيال بيض وغيدوي بصيفط راجل وغيقول ليها: معك اسماعيل خو حورية، أنا من الجان وجبت لك باش تدوقي بنفس الكاس اللي دقت منه اختي حتى مات. وصلت اللحظة ديال الانتقام فين غتسالي هاد القصة، ولكن خاصك تعرفي شي امور وحقيقة خفات عليك في هاد السنوات اللي دازو. حنا عشنا في حر الانتقام. انا اصلي من سلالة من الجن، اصل ديالها من ايران في صفهان. انا عندي 750 سنة واختي حورية اللي مات كانت عندها 1200. اختي اللي كانت عايشة بخير ومرتاحة، وحنا وسط القبيلة ديالنا قبيلة مسلمة من الجان، حتى النهار اللي غيكون فيه واحد الوليد صغير كيلعب جهة الواد. خلاو والديه تايقين فيه في ديك المنطقة وهي خطيرة، كان غتزلق ليه الرجل كون ما تدخلاتش وعتقاتو في اخر اللحظة. حماتو من خطر الموت وهو باقي طفل صغير. هادشي اللي خلى اختي حورية كل مرة كتمشي تطمئن عليه، مرة تبان ليه في المنام ومرة تخرج عنده بصفة انسانة زوينة. هادشي معمر ما اداه وخلاه ديما يكون فرحان حيت ما عارفش الحقيقة. وحتى هي كانت ديما معنوياش غير الخير، ديما باغا تطمئن وتقلب عليه وتشوفه وما تخلي حد يقرب ليه ولا يأذيه. دازو سنين وداك الولد الصغير ولا كيفهم ويعرف باللي حورية ماشي انسانة. دا كيشوفها في المنام ولات كدوي معاه بزاف ديال الامور، ولكن في نفس الوقت كان عارف باللي ما عمرها ما ادات ولا غدير هداك الشي شي نهار. غير هو مع المدة والسنوات اللي كانت حاضية فيهم ما كانت كتخلي شي وحدة من الانس تقرب ليه. الشي اللي خلى البنات ديال الدوار يقولوا هداك السيد معقد ولا عنده شي مشكلة نفسية. هو كانت غير حورية دايما في جنبه، كيف ما كتحميه من الشر كتحميه حتى من النساء ديال البشر. انا خوها ما كنتش عارف هاد الامور كامله حتى النهار اللي غيتحرك واحد البلاصه في الدوار كبيره وغتوصل الخبار للقاضي ديال الجن وغتخرج المحاكمه باش يعرفوا شكون السبب منا اللي وصل لي ودار هاد الامور كامله، حيت ممنوع عندنا حنايا كقبيله من جن مسلم يآديو الانسان كيف ما كان نوع ولا مهما دار. النهار اللي كان قلقوا غير واحد الراجل في السوق وكان غيأديه ويظلمو، فهي تعصبات وتقلقات وشعلت العافية في كل مكان وقالت في المحكمة باللي ما عندهاش حتى علاقة بداك الإنسان، فقط هي عاونات ووقفت معاه بزاف ديال المرات فجات تحميه وقع داك المشكل وتشعلت النار في السوق. فرض عليها القاضي باش انها عمرها ما تتلاقى معاه ولا تتصيف عنده ولا تخرج ليه بالمنام، تعطيه اتساع في مرة واحدة. وافقت على الشرط، ولكن فاش هضرات معايا كاخوها قالت لي باللي داك الانسان ولا عنده معزة كبيرة في قلبها، ولات كتحس تجاوب شي حاجة اكتر من انها غير تحميه، ولات كتحس بالحب والقرب ديالو. هنا فين حاولت ننصح اختي وقلت لها باللي حنا كجن مسلم ممنوع علينا نديرو علاقة مع الانس اولا نقربوا ليه باي طريقة، ولكن اللي فراسها فراسها وبقات دائما كتقرب منه، وهادشي كامل كان ممنوع قانون عندنا. غير هو وصلت لدرجة انها تعترف ليه وتقول ليه بانه كان بغيك وباغا تزوج بيك رغم انني جن وانت انس. هاد الموضوع هذا موقفش حد هنايا، وانما وصل لدرجة انك تباني انتي في حياته. هادشي خلى حورية تولي تغير في مرة واحدة وما قعدش عندها القدرة باش تتحكم. اي بلاصة دازت منها كتقدر تشعل منها النار. الغضب ديالها ولا كبير بزاف لدرجة توصل القاضي وعاودوا المحاكمة الثانية، وهاد المرة كان الاختيار بين انها تتبع داك الانسان او لا انها تنفع من القبيلة ديالنا. في مرة جدودنا ما تقبلوش هاد الفكرة ونكروا في خطرها حورية، كانت غتبقى بوحدها وتنفع من وسط القبيلة كاملة. اختارت انها تنفع من على انها تخلي الحب ديالها. قدرناش نخليوها انا وجداتي وتبعناها. وكتعرفي شنو هو انك تنفع من قبيلة جن؟ العائلة ديالك فيها هما اللي كيحكموا وعندهم السلطة، يحنيو الراس ويفرطوا فيك. ومع ذلك هادشي كامل دارتو غير على الحب ديالها. ما قدرت تفرط في انسان ما يعيش حتى 100 سنة على قبل حياتنا اللي كان وصلوا ل1000 و2000 سنة. دا هو الحب الحقيقي، ماشي داكشي اللي عشتو انت وراجلك من بعد ما قتلتو اختي. صح نيت تنفينا من القبيلة، ولكن اللي زاد المشكل كتر هو انكم اتفقتوا مع فقيه. داك الفقيه استعمل بعض السحر والشعوذة
وخلاتها توصل لينا رسالة بأنه الراجل قابل يتزوج بختي حورية. ما تجيكش غريبة إلا قلت لك أنه الزواج ما بين جن وإنس، حيت كاينة وبصح النيت. كانت الإمكانية أنها تجي عنده في الأحلام ديالو ولا تسيف عنده بعض المرات على شكل أي إنسانة كيتمناها. كان يقدر يعيش محظوظ 50 أو 60 سنة من حياته، ولكن هو اختار يكمل حياته مع إنسانة بحالها بحاله ضعيفة وكتر كاع منه. هو كيعيش دابا العذاب وكيخلص. داك الفقيه بالمعرفة ديالو الأسرار ما وراء الطبيعة واستعمال ديالو للسحر قدر يخلينا نفهمو بأنه قابل بالزواج ديال اختي حورية. أنا وياه وجداتي تلاقينا وقفنا كاملين جهة الواد، كنتسناو راجلك العريس الجديد باش يجي ويكب لينا فقط قطرة ديال الحليب ويلوح تمرة ويقول كلمة وحدة وغيتقبل الزواج ديالها بيه. لكن هو كان متفق معاه باش غيعطيها حليب مخلط بأمور، مخلط بطلاسيم اللي غيحرقو وحرقو لينا اختي حدا عينيا. لوقيتها اللي كان هو فوق الواد وكيكب داك الحليب كان مكتوب فيه طلاسيم وزعفران وزاج مطحون، وفي اللحظة اللي غيزيد يقرأ دوك الآيات القرآنية اللي عطاه غيكمل ما بدا وغتبقى تحرق قدام عينينا. ما قدرناش نفكوها ولا نعتقوها. نتوما مشيتو وتزوجتو وكملتو حياتكم، وانا وجداتي عشنا العذاب وقسمنا باش اننا ننتقموا منكم. اول خطوة بدات هي انه انتقمنا من الفقيه اللي كان سباب وحيلة باش انه يهنيه. باش مشيتو نتوما داك الشهر صبرنا ودرنا الحداد على الاخت ديالي، والقبيلة اصلا نافيانا شعور ديال النفي. لا تقدري تكوني حسيتي بيه دابا فاش فقدتي جوج الاشخاص من حياتك. ما فقدتيش غير بنتك، وانما فقدتي دابا حتى راجلك. كان متكي فوق الناموسية وما قدرش يتحمل الفقدان ديال بنته والحماق ديال المرأة اللي عاش معاها سنين حياته حتى سكت ليه القلب. حتى انت دابا شوية غتسالي هاد المشروب وغتودعي هاد الحياة، وكنضمن ليك ما غناديوش ليك وليداتك مرة أخرى. خليني نكمل ليك الحكاية والقصة كيفاش جات. حنا كجن مسلم ما كانت عندنا القدرة أننا نديرو سحر مع الإنسان، وهادشي اللي تربينا به من الصغر. داكشي لاش اتجهنا عند قبائل اخرين من الجن كاين في ايران في اصفهان، وتعلمنا لمدة شهر. يقدر يكون عند 1000 رجل قوي من السحر الأسود. تمكنا أول حاجة من الفقيه حتى ولا السيد حمق وهبيل وكيدور في الزناقي، وخليناه يوصل لكم الرسالة النهار اللي جيتي انت وراجلك لدار باك أول مرة من بعد الزواج، وهي من بعدها فاش غينتحر وصلتكم الرسالة الثانية. ولكن انتوما عشتوا حياة السعادة، وحنا تسنينا وصبرنا لمدة 20 سنة باش نخليوكم تعانيوا من نفس الجريمة اللي درتو. تشوفي انت وراجلك واحد ولا وحدة من بناتكم وولادكم كيموت قدام عينيكم وتحسوا بنفس الشعور. كون ما لعبتوش مع إنسان راكم لعبتوا مع جن عنده قدرات ماشي محدودة. جداتي اللي كانت كتسكن مرات عمها باش تكون قريبة ليها بالجسد وتقدر تكتب الطلاسيم ديالها في اليد ديال بنتكم، لأنه كان خاصنا سحر مباشر تكتب ليها ماشي سحر كيمشي من الهواء. داكشي علاش فاش سدات عليها البيت 5 دقائق زادت الطلاسيم كتبتهم ليها من يديها ورجليها وخلاتها تولي وسط واحد الهالة ودائرة من السحر ما تقدرش تخرج منها بنتكم واخا تجيبوا أقوى إنسان في هاد الأرض. هادشي اللي زاد وطط لينا أكتر أننا نتحكموا فيها بطريقة كيف ما بغينا. واللي كملاتو جملاتها للحاجة هي فاش تسيفنا على شكل إنسان وتلاقينا معكم بصفة اسماعيل وجداتو. كنا سباب باش أنه الطونوبيل توقف في الطريق وما تكملش طريقها باش نسهلوا لكم الطريق توصلوا الضريح اللي قبرنا فيه أول مرة السحر اللي تكتب لبنتكم من إيران. حطيناها تحت الأرض وكان ولا بد بنتكم تخطو خطوة فوق ديك الأرض اللي كان تحتها السحر الخاص بها باش يقبلوا الخدام يتمكنوا منها مرة أخرى. كانت هذه الخطة الثانية. والخطة الثالثة هي فاش تسيفنا ليها وجات للضريح برجليها ومديت ليها بيدي قلة الحليب فيها نفس المسحوق اللي استعملته باش قتلته اختي حورية. وكانت هذيك هي اللحظة الأخيرة فين غتسالي المهمة الأولى ديالنا الانتقام، وغنقتلوا لكم الكبدة ديالكم وغنخليوكم تحرقوا تموتوا عرق بعرق. نار العشق والغرام ما بين إنسان وإنسان وكتأدي شي مرات للموت.
كيفاش ما فكرتوش نار العشق والغرام ما بين جن وإنسان وتوصلوا لدرجة أنكم تقتلوا لي أختي؟ حد هنايا كنت قادر أنني نتعلم كاع أنواع السحر ولعب بكم لعبة بين صباعي كيف ما بغيت. قبل ما يسأل درتو بلحظات بدات الحاجة كتشهد بصبعها الكبير وباغا تمشي تموت وهي مسلمة مؤمنة وكتطلب من الله غير تلاقى مع راجلها وبنتها اللي فقدتهم في الدنيا وتعيش معهم في الآخرة، وكتطلب الله باش يحمي ليها وليداتها. اما الشر ديال هاد الجن كان قوي عليهم بزاف وشتت ليهم حياتهم في لحظات قليلة تقلبات الموازين، ولكن الله كبير وكيشوف وما كيرضاش الظلم. داكشي علاش في آخر تواني باش غتوفاها المنية بدات كتشوف نور جاي كبير، ناس وكتار جيوش. بصح النيت كان هابط جيش من جن مسلم، جيش من العائلة ديال حورية وخوها اسماعيل، هزين سيوفا كاملين منقوشين ومكتوبين بالقرآن وكيقولوا الله أكبر. تجمعوا وداروا على اسماعيل وتما فين غيقتلوه جوج آيات القرآن غيتحرقوا غيتضرب داك السيف. هنايا كانت القدرة الإلهية لأنهم هذوك الجنود صفتهم القاضي ديال القبيلة كيفاش اسماعيل وجداته غيخرجوا من الملة ديال الدين والإسلام وغيتواطئوا مع كفار من إيران ويتعلموا السحر ويأدوا به الناس، وهذا الشيء كان ضد المبادئ الدينية ديالهم. فأمر قاضي قبيلة الجن باش يرسل الجنود ديالو ينتقموا ويديروا القصاص لدوك الناس اللي ماتوا كاملين بسبب الجن ديالهم. كانت هذه الحكمة ديال القصة، كل ظالم كيتعدى سواء عنده الحق ولا لا بيديه فهو كيخلص، لأنه الله هو بوحده اللي قادر يغفر ويخلص كل إنسان سواء في الدنيا والآخرة. نار العشق اللي كانت قادرة تبني السلام والمحبة والمودة قدرت تنهي حياة جوج العائلات من الإنس والجان.